سلام، مرحبا بكم في قناتي كويزين دو أمينة. اليوم رايحة نقدم لكم خضرة صوتي مع دجاج محمر. هاد الوصفة سريعة وما راكمش مقيدين بالمكونات، ديروا اللي متوفر عندكم. درت حبة قرعة وشوية موشتو، 4 حبات بطاطا قطعتهم مكعبات، حبة زرودية قطعتها بالطول. حكمت هنا لاكوكوت ودرت فيها هدايا سيبور. جبت الكسكاس ديالها تاع الكوكوطة، حطيت بالتدريج الخضرة اللي عندي وحطيت الكسكاس فوق هذاك السيبور. درت الملح بيان سور، خلطهم غير شويه. هنا زدت الحبه تاع القرعه من الفوق كامل. شعلت عليهم نار متوسطه وغلقت عليهم، خليتهم واحد 4 ساعة وفتحت. كيما راكم تشوفوا لقيت الخضره طايبه، نحيتها وخليتها تبرد جانبا. وموراها رحت نوجد الكوكوطه باش نطيب الدجاج. بالنسبه للثوم درت قسمين، قسم للدجاج وقسم للخضر. توابل عندي فلفل الكحل، شويه قرفه، عكري حلو، شويه زنجبيل، ملح، شويه توابل الدجاج، ثوم مرحيه بودره، وشويه كركم، شويه موتارد، طماطم مصبره وشويه هريسه. طماطم مصبره درت قيس 2 مغارف صغار ماشي وحده. فرغت هنا توابل على الدجاج. درت شويه تاع الرند ماشي بزاف، شويه خل على خاطر ما عنديش القارص، وهنا شويه بصل هذا قطعته لداخل. درت شويه زبده وشويه زيت في الكوكوطه، وحطيت المرسو تاع الدجاج ديالي اللي كنت تبلته، واستحطيت معاه هذاك البصل على خاطرش ماشي بزاف، يعني تتبيله خفيفه وكافيه. من جهه اخرى المقله حطيت الزبده وربيت الثوم، وفي الكوكوطه راني نقلي في الدجاج مع التوابل هذوك. انا رايحه نكمل التحمار ديالو في الكوشه، واللي راهي حابه تكمل تحمرو داخل الكوكوطه تمرقو قيس ما يطيب الدجاج، ومن بعد تنحي له الغطاء وتكمل تقلبو حتى يتحمر مليح. في المقله درت الزبده مع الثوم، وراني رميت الخضره اللي كنت طيبتها، وزدت المعدنوس والملح على نار قليله. نبقى نقلب في الخضره. هنا راهو تقلى مليح الدجاج وما تحرقوليش لي زيبيس. نحيته وحطيته داخل المول، وصفيت هذيك لاصوص، يعني بقات هذيك الزيت ديالو. ومن بعد نكمل نطيبه من الفوق ومن التحت حتى يطيب ويحمر مليح. ومن بعد زدت حكمت الخضره ديالي، حطيتها تاني في المول وحطيتها شويه في الكوشه، شعلت لها غير من الفوق. والخضره جات بلا اي صوص، جات وحدها بنينه بريحه الثوم والمعدنوس والزبده. ان شاء الله تجربوها وما تنساوش تدعموني، وشكرا.